شلونكم شيخنا؟ شلون صحتكم؟ الله يحفظكم. ان شاء الله تكونوا بخير. الله يسلمكم واهلا وسهلا بك يا ابو علي، حياك الله تعالى. شيخنا، توجد بعض الاسئله والاستفسارات ترد الى المكتب واحيانا في مواقع التواصل الاجتماعي، فنرجو متفضلين من سماحتكم الاجابه عليه. بخدمتكم، تفضل. السؤال دائما يطرح انه لماذا لقب الاب المربي؟ نعم. خصوصا ان هذا اللقب هو غريب عن الاوساط الحوزويه فضلا عن الاوساط الاسلاميه بصراحه. لا بأس لا بأس. واقعا قد يكون هو شقين للإجابة، بما أن اللقب يحمل أو هي لقبين وليس واحد. الأب هو لقب أطلقه عليه بعض الطلاب جزاهم الله ألف خير، لأنهم يرون أن علاقتي بهم علاقة أبوية أكثر منها علاقة عمل لو جاز التعبير، أو علاقة أستاذ وطالب أو غيرها. فيصيحوا لي يابا، أبونا، أبويا، بعضهم يعني حسب كل من يختار. هسه أنا من الناحية خل أقول الوجدانية أجده أقرب إلى نفسي من سماحة الشيخ وفضيلة الشيخ وغيرها واقعا، لأنه أكثر ودية. من جهة أخرى واقعا أن هذا اللقب هو مطروح وموجود وليس غريب. يعني يوجد لدينا مثلا الأب المؤسس، يوجد لدينا الأب الروحي للطريقة الفلانية والحركة الفلانية، كذلك في درجة من درجات الرهبان بالمسيحية يوجد الآب. زين، فهذا اللقب موجود ليس غريب. أضف إلى ذلك أنه إسلاميا هو موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. فهو موجود، والقيادة أبوة. زين، والمفروض يعني مستويات قد يكون مسلمين. طبعا هذا الرواية موجودة عند الشيعة وكذلك عند بعض أهل السنة، خاصة أهل التصوف ينقلوه. ف يعني احنا اهملنا اللقب، والا قد يكون هذا اللقب الاب عمليا موجود بالساحه، لكن نظريا لا يقال. زين، يعني المرجعيه ابوه. انت حينما ترجع الى شخص كل شؤونك كل احتياجاتك فهو اب له. فلذلك يعني انا احبب هذا اللقب صراحه، لأنه أجد أنه يزيل موانع وحجب وعوائق بيني وبين أتباعي أو من ينتسبون إلي الشيء هذا. فهذا بالنسبة للأب. أما المربي فهي صنعتي، أنا مهنتي هي التربية، كما أن المهندس مهنة الهندسة، والطبيب مهنة الطب، والسياسي مهنة السياسة، وهكذا. فأنا مهنتي عملي هي التربية، سواء كان على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الأخلاقي أو على الصعيد الإيماني، فهذا شغل، فهي صنعة. ثم أنه كثير من موجود بالمجتمع، كثير من القيادات هي قيادات تربوية. المعلم مربي، الأستاذ الجامعي مربي، رجل الدين مربي، السياسي شيخنا المفروض السياسي هو الذي يسوس المجتمع نحو الفضيلة، فهو مربي أيضا. هو لا يطلق على نفسه اسم مربي، هذا بكيف، لكن واقعا وعمليا هو مربي. هو اسم لعمل أو صنعة، ليس أكثر من ذلك. فأنا هذه صنعتي يعني. فهذا اللي جزاك الله خير جزاء المحسنين. نعم، جزيتم خير. نعم. شيخ.